طلاب تانية اعدادي، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعيه للترم الثاني، وهو الملامح الحضاريه لبعض الدول المستقله في مصر، وهي الدوله الايوبيه والمملوكيه. خدنا بقيه الدول المستقله اللي قبل كده، هي الدولونيه والاخشيديه والفاطميه في الدرس اللي فات. هنكمل درسنا النهارده الدوله الايوبيه. مين مؤسسها؟ قال لي صلاح الدين الايوبي. طب هو مصري؟ قال لي لا مش مصري، هو كردي تحديدا، من كردستان في شمال العراق. طب ايه جيب مصر ازاي؟ قال لي جيب مصر، فاكرين في نهايه الدوله الفاطميه وزيرين اتخانقوا مع بعض هنا في مصر. وزير طلب المساعده من الصليبيين، ووزير طلب المساعده من امير الشام وهو نور الدين محمود، فارسل جيش بقياده اسد الدين شيركو. جه معاه بقى صلاح الدين، يبقى له ايه؟ يبقى الاسد الدين شيركو ابن اخيه، يبقى جه مع عمه اسد الدين شيركو. فانهى صلاح الدين الخلافه الفاطميه واقام الدوله الايوبيه. اعمال صلاح الدين في مصر: اسس الدوله الايوبيه مستقلة في مصر، اتخذ القاهرة عاصمة لدولته. القاهرة كانت عاصمة أيضا للدولة الفاطمية وعاصمة للأيوبية. بنى قلعة الجبل لتكون مقر للحكم وللجيش. الدولة الأيوبية مستقلة. هو أعاد مصر للخلافة العباسية اسميا، بس هي الدولة الأيوبية مستقلة تمام، هو عادها كده يعني كمنظر الخلافة العباسية. نشر الأمن والأمان في مصر، وسع حدود دولته خارج مصر. الصليبيين بقى، قال لي هما جنود قادمون من أوروبا لاحتلال بلاد المسلمين. احتلوا بلاد المسلمين 250 سنة. كان 250 سنة ده كل فترة أوروبا بتبعت حملة، فعشان كده سميناها بالحملات الصليبية عشان يحاربوا المسلمين. في الفترة دي كانت من كام لكام بقى؟ قال لي من 1096 ل 1291، من 1096 ل 1291. لماذا سميت الحملات الصليبية بهذا الاسم؟ لأنهم اتخذوا من الصليب شعار لهم. لو تلاحظوا كده في المسلسلات من الأفلام بتاعتنا، هنلاقي كده الصليبيين دول كانوا بيبقوا لابسين اللبس بتاعهم مرسوم عليه علامة الصليب اللي هي الزائد. لما يجيلك سؤال بما تفسر مجيء الحملات الصليبية للعالم الإسلامي، قال لي بسبب رغبة بابوات أوروبا، البابوات بتاعتهم بيسموهم البابوات، للاستيلاء على الاستيلاء على الأراضي المقدسة في الشرق. كانوا هم عايزين بيت المقدس وأي حاجة مقدسة هم يكون تحت سيطرتهم. كمان رغبة ملوك وأمراء أوروبا في إنشاء إمارات بالشرق والاستيلاء على الخيرات، كانوا عينهم على ثروات الشرق. كمان سكان أوروبا كانوا عايزين يتخلصوا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. كانوا سكان أوروبا من الطبقة الدنيا، ما كانش أوروبا اللي احنا شايفينها دلوقتي، كانوا ناس متدنيين، كانش عندهم اقتصاد قوي ولا أي حاجة، وكانوا ناس فقراء، فكانوا عايزين يقوا بقى ويعيشوا حياة كويسة. فكل ديت أسباب جعلت الحملات الصليبية تأتي للعالم الإسلامي. طب أول جيش جاء إلى بلاد الشام سميناها بالحملة الصليبية الأولى. الحملة دي نجحت. نتائج الحملة الصليبية الأولى استولت على إمارة الرها وأنطاكيا وطرابلس، دي كلها التلاتة دول بنسموهم إمارة. أما الرابعة اسمها مملكة بيت المقدس، واللي تولاها بيت المقدس دي يبقى اسمه ملك بيت المقدس. إمارة الرها دي كانت موجودة في شمال العراق، أما أنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس كانوا في الشام. كده نجاح. لما يجيلك سؤال بما تفسر نجاح الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها، إيه السبب اللي ساعد اللي يستولى على ده كله وحقق أهدافها؟ قال لي بسبب ضعف الخلافة العباسية في بغداد، كانوا أمراء ضعاف، وكمان ضعف الخلافة الفاطمية في مصر. كل ده ساعد على نجاح الحملة. طيب الدولة الأيوبية تصدت لكم حملة صليبية؟ قال لي ل4 حملات، خرجت من غرب أوروبا للشام والمصر. خرجت من مين؟ من غرب أوروبا لمصر والشام. صلاح الدين عقد هدنة مع ملك بيت المقدس وهو بلدوين الرابع. بلدوين الرابع ده لما عقد معاه الهدنة صلاح الدين، ليه هو يجيلك سؤال بما تفسر عقد صلاح الدين هدنة مع ملك بيت المقدس لتأمين طريق الحجاج والقوافل التجارية بين مصر والشام. عشان الطريق يأمن الطريق ويأمن طريق الحجاج، فلازم كان من هدنة. في الوقت ده واحد اسمه أرناط كان صليبي برضه، ده أمير حصن الكرك. الكرك ده تابع لبيت المقدس، فلازم هو أرناط ده يخضع للاتفاقية اللي عقدها صلاح الدين مع الرئيس بتاعهم اللي هو بلدوين الرابع. لا، ما التزمش بده أرناط،
فرض إيتاو على القوافل وهاجم قافلة للمسلمين كانت قادمة من القاهرة إلى دمشق، استولى عليها وأسر رجالها. حاول الهجوم على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، وطبعا ده خاصة بالمسلمين وهيصير غضب. فده ما عجبش صلاح الدين لأنه عقد اتفاق. وصلاح الدين عمل إيه؟ وحد صفوف المسلمين وجهز جيشا ضخمة، اللي هي بعد كده هتحصل معركة حطين بين الصليبيين وبين المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. المعركة دي وقعت بالتحديد عند بحيرة طبرية. صلاح الدين حاصر البحيرة ديت ومنع عنهم المية، وولع في الأحشاب عند معسكر الصليبيين. فالإحصنة لما شافت الحريقة ديت هربت، فده ساعد على هزيمة الصليبيين. وملك بيت المقدس وقع في الأسر هو أرناط وكبار وأمراء الصليبيين والفرسان. فصلاح الدين أطلق سراح الفرسان مقابل تسليم قلاعهم، وعفى عن ملك بيت المقدس لأنه كان عقد معاه هدنة والتزم بيها. أما أرناط بسبب الحاجات اللي عملها هجم على القوافل وأسر وقتل، فقتل أرناط بسبب غدره بالمسلمين. صلاح الدين بقى بعد ما نتائج حطين اللي هي طبعا هزيمة الصليبيين وانتصار صلاح الدين وقتل أرناط، صلاح الدين كان بيفكر في حاجة مهمة قوي، هو السيطرة على بيت المقدس. فهو في طريقه عشان يسيطر لبيت المقدس كان بيسيطر على مدن ساحلية. الصليبيين قعدوا يحكموا بيت المقدس 90 سنة، ولما صلاح الدين انتصر في معركة حطين كان لسه الصليبيين ما زالوا بيحكموا بيت المقدس، فكان رايح عشان يخرجهم من بيت المقدس. فحاصر صلاح الدين بيت المقدس ودخله في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج دي عندنا كمسلمين ذكرى مهمة جدا، وبنعتز بيها وبنفتخر بيها، لأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في ليلة الإسراء والمعراج طلع من مكة راح بيت المقدس اللي هو الأقصى وصلى به. فلما صلاح الدين يدخل في اليوم ده كانت بتبقى حاجة كبيرة عندنا كمسلمين. صلاح الدين لما دخل بيت المقدس، هعمل لكم مقارنة ما بين صلاح الدين لما دخل بيت المقدس والصليبيين لما دخلوا بيت المقدس. لما دخل صلاح الدين عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وأعفى عن الشيوخ والأطفال والنساء من دفع الجزية. الجزية دي مقابل حمايتهم، فلوس بتندفع. أما الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس قتلوا الكثير من أهله، سواء كانوا مسلمين يهود مسيحيين والشيوخ والأطفال. طيب ده عشان لما يجيلك نتائج أو قارن بين صلاح الدين عند دخوله يقولك سؤال أو اكتب لي موقفا تسامح صلاح الدين مع أهل بيت المقدس عند دخوله وفتحه، هتقولي اللي أنا قلته ده. أو يجيلك مقارنة ما بين صلاح الدين والصليبيين لما دخلوا بيت المقدس، فهتقولي اللي أنا قلته لسه قايلاه دلوقتي. أوروبا هتسكت؟ قال لي لأ، هتبعت جيش جديد بقيادة 3 ملوك، ملك فرنسا وملك إنجلترا وملك ألمانيا. ملك إنجلترا بقيادة ريتشارد قلب الأسد. أما ملك فرنسا هو ملك إنجلترا اتخانقوا مع بعض فرجع ما كملش بالجيش. ما إمبراطور ألمانيا لما جه عشان يتحالفوا مع ملك إنجلترا قبل ما يجي غرق في أنهار آسيا الصغرى. ما فضلش غير ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، عجز عن مواصلة الحرب ضد صلاح الدين، فعقد معاه صلح سميناه صلح الرملة مع صلاح الدين. ايه شروطه؟ يظل بيت المقدس في ايدي المسلمين، وتظل المنطقة الساحلية من سور ليافا في ايدي الصليبيين. هي اصلا كده كانت يعني منطقة صليبية، فما كانتش هتضرنا في حاجة. كمان يحق للصليبيين الحج الى بيت المقدس، ورغبة الصليبيين دي كلها كانت الشروط اللي هم الصليبيين عايزين يحجوا لبيت المقدس عشان الكنيسة موجودة هناك، الكنيسة الخاصة بالمسيحيين يعني. فطبعا صلاح الدين وافق وريتشارد وافق على الشروط دي. طيب يجيلك سؤال، رغبة الصليبيين في السيطرة على مصر بعد صلح الرملة برضو ما اكتفوش وعايزين يسيطروا على مصر. بقى قالك مصر دي اللي بيخرج منها الحملات، فاحنا لازم نسيطر عليها عشان نضعف قوة المسلمين، لأن مصر قلب المنطقة، فإن استطاعوا الاستيلاء عليها حافظوا على أسطولهم في البحر المتوسط قوية في وجه الأسطول الإسلامي وسيطروا على خيرات مصر. طيب تصدى
استطاعت الدولة الأيوبية اللي هي تتصدى للحملات الصليبية. عايزة دلوقتي أعرف مظاهر الحضارة في مصر في عهد الدولة الأيوبية. شكل مصر كان عامل إزاي؟ قال لي اهتموا بالجيش والأسطول، وكان عندي نهضة اقتصادية، وكان عندي نهضة عمرانية. الجيش والأسطول عملوا إيه؟ قال لي عملوا اهتم صلاح الدين بالجيش والأسطول لحماية حدود البرية والبحرية للدولة الإسلامية، وأنشأوا مراكز لصناعة السفن الحربية مثل دار صناعة الجزيرة كجزيرة الروضة بالقاهرة، دار صناعة الجزيرة كصناعة جزيرة الروضة بالقاهرة. هقولها تاني، دار صناعة الجزيرة كجزيرة صناعة الروضة بالقاهرة. طيب، النهضة الاقتصادية كان عندي ازدهار في الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة. الزراعة اهتمينا بالترع والقنوات وأشجار الغابات للحصول على الأخشاب. التعدين استخراج المعادن اللازمة لصناعة الأسلحة والآلات والمعدات للجيش. الصناعة ازدهرت، الصناعات المعدنية والنسيجية، النسيجية دي كنا شاطرين جدا في الكتان المصري والحرير الشامي، كتان مصري والحرير الشامي والزجاج. التجارة ازدهرت مصر بين الشرق والغرب. التجارة كان عندنا أسواق تجارية كبرى في القاهرة والأسكندرية. النهضة العمرانية والعلمية في عصر الدولة الأيوبية في مصر، أنشأ الأيوبيين أسوار حول المدن وحصون وقلاع كقلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون في طابة. فين؟ في جزيرة فرعون بطابة. وأنشأوا المدارس والمساجد لنشر الإسلام والبيمارستان. إيه هو البيمارستان ده؟ اللي هي المستشفيات دلوقتي. المماليك، هندخل على آخر دولة معانا، المماليك. المماليك حكمت مصر 2.5 قرن، يعني 250 سنة، فترة كبيرة جدا. القرن طبعا بيساوي 100 سنة. حكمت من 1250 ل 1517 لغاية لما استطاعت الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول القضاء عليها. طيب، دولة المماليك دي عايزة أعرف عنها معلومات. قال لي في نهاية الدولة الأيوبية بقيادة الصالح نجم الدين أيوب كان متزود من شجر الدر. نجم الدين أيوب ده توفى أثناء الحرب ما هي شغالة مع الصليبيين. بما إن شجر الدر ديت اللي هي زوجته كانت فاهمة في السياسة وكانت امرأة سياسية، أخفت خبر وفاته علشان ما يبثش روح اليأس للجنود الجنود اللي بيحاربوا، الجنود بتوعنا. كانت ست ذكية جدا، وبعتت لابنه توران شاه عشان يجي يحكم مكان أبوه، هو آخر سلاطين الدولة الأيوبية. فتوران شاه ده كانت علاقته وحشة بالمماليك، فتخلص المماليك من ابنه توران شاه وولوا زوجته، زوجة مين؟ الصالح نجم الدين أيوب، الحكم. يبقى تولت شجرة الدر الحكم 80 يوم، وكان بيدعو لها في المساجد بجانب الخليفة العباسي، وكانت النقود بتتعمل باسمها، بتكتب باسمها. طبعا الخليفة العباسي ما عجبوش اللي واحدة ست هي اللي تحكم، فهي تزوجت من عز الدين أيبك وتنازلت له عن الحكم، وبذلك أصبحت مصر دولة أيوبية مملوكية. هي كانت الأول متجوزة الصالح نجم الدين أيوب، لما توفت اتجوزت عز الدين أيبك وتنازلت له عن الحكم وأصبحت مصر دولة مملوكية. طيب، عز الدين أيبك ده كان من المماليك. المماليك مين هم المماليك دول؟ أصلهم من العبيد، كانوا من القوقاز وآسيا الصغرى، تم تدريبهم على فنون القتال، سيطروا على مصر وبرقة والأناضول وقبرص والحجاز والشام. عز الدين أيبك لما توفى تولى ابنه المنصور عليه، كان صغير، فكان اللي واصي عليه أو نائب ليه ولوا سيف الدين قطز نائبا عليه لصغر سنه. طيب، في الوقت ده كان المغول بنوجه خطر المغول، زحف على العالم الإسلامي، وأرسل المغول رسالة باسم السلطان مصر ويهددهم فيه بتدمير البلاد لو ما استسلموش. سيف الدين قطز هيقعد ساكت؟ لا، قالك البلد في حالة حرب واحنا داخلين على فترة صعبة، خلع السلطان منصور علي وتولى هو الحكم، وأعلن نفسه سلطانا على البلاد عند وصول رسل المغول إلى مصر. المغول دول زحفوا على العالم الإسلامي وقاموا بتدمير كل الدول الإسلامية التي دخلوها كالعراق والشام وإيران اللي هي بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي، وإسقاطوا الخلافة العباسية، واستولى المغول على العاصمة بغداد. مين هم المغول؟ قبائل متفرقة عاشت في وسط آسيا اللي هي منغوليا، وكانوا يعملون بالرعي والصيد، وتوحدوا على ملك جنكيز خان، على يد جنكيز خان.
وكانت دون فنون الحرب والقتال. وحشية المغول كانوا ناس يعني كانوا قتل كتير ووحشية وأساليب تعذيب كتير، فقتلوا الخليفة العباسي آخر خليفة عباسي والمستعصم بالله، وأخدوا الكتب. كانت بغداد بتشتهر عندهم مكتبة للكتب فيها كل حاجة، أخدوا الكتب ورموها في وادي دجلة، وكانت عملوها جسور الخيول، وهدموا المساجد والقصور، فانتشر الوباء لأن كانت القصص كتير. خطر المغول بقى على مصر، يعني هم خلاص دمروا بلاد العالم الإسلامي. كانت مصر القوى الوحيدة المتبقية، بس كانوا عايزين يسيطروا عليها بسبب موقعها الاستراتيجي وإنها قلب العالم القديم وطريق للتجارة، ومصر بوابة للسيطرة على شمال إفريقيا. إجراءات سيف الدين بقى لمواجهة المغول: عزل المنصور علي لصغر السن، التحالف مع بعض أمراء الشام، بعض مناطق الشام اللي المغول لسه ما سيطرتش عليها فتحالف معهم عشان يوحد القوة. وكمان عقد اجتماع مع أمراء المماليك وعلماء الدين لبث الروح المعنوية عشان يحفز الناس. يعني احنا بنحارب ليه حاجتين: ندافع على أرضنا، وكمان كمسلمين احنا في عقيدتنا يعني انت لو هتموت هيبقى انت شهيد في مكانة عالية في الجنة عند ربنا. جمع الأموال من كل طوائف الشعب، كلنا اتحدنا عشان نواجه خطر المغول لتجهيز الجيش، والتحق به عدد كبير من المصريين، وتوفير الأمن والسلامة والاستقرار للشعب. طيب سيف الدين بعد ما جاء وخد الإجراءات بتاعته دي كلها، استنى ما المغول تجيله؟ لأ، قالك أنا هروح لهم. كانوا موجودين فين؟ في فلسطين تحديدا. المعركة قامت، راح واجههم في عين جالوت. المعركة دي قامت بين المسلمين بقيادة سيف الدين قطز والمغول عام 1260 في رمضان. رفض قطز. السبب رفض قطز تسليم مصر للمغول: كان في البداية المغول هم المتفوقين عليه واحنا قاعدين بنتراجع وبننهزم. سيف الدين قطز خلع الخوذة بتاعته وصرخ في الجنود: وإسلاما، اللي خلاص الإسلام هيضيع ومصر خلاص هتضيع. فبث الروح تاني في الجنود بتاعته وقاد الهجوم بنفسه، واستطاع هزيمة المغول وقتل معظم جنود المغول وقائدهم كتبغة. يبقى نتائج هزيمة المغول وقتل معظم جنود المغول وقائدهم كتبغة، واضطر الباقون للفرار وحماية مصر والعالم الإسلامي من المغول. وتوحدت مصر والشام تحت حكم المماليك، وأصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. أثناء عودته من عين جالوت قتل قطز. وفي في شواهد كتير بتؤكد أن الظاهر بيبرس كان ليه يد في قتله. بعد قطز تولى الظاهر بيبرس الحكم. ظاهر بيبرس ده كان قائد الجيش بتاع سيف الدين قطز. لما تولى بقى الحكم كان أصبح قائد للمسلمين وللمماليك. أهم أعمال بيبرس أعاد إحياء الخلافة العباسية في القاهرة لتوطيد حكمه، عايز يوطد حكمه ويقويه على عرش مصر. أصبحت دولة المماليك تابعة للخلافة العباسية كاسم، بس هو عايز يوطد يعني اللي فيه خلافة عباسية واحنا تابعين ليها. وشهد مسجد باسمه المدرسة الظاهرية المدرسة الظاهرية بالقاهرة. يبقى شهد مسجد باسمه والمدرسة الظاهرية بالقاهرة. طيب ضعف وسقوط الدولة المملوكية سقطت ازاي؟ قال اكتشاف. طبعا المماليك دول كانوا عايشين على ثروات وخيرات مصر كانت بتجيلنا. البرتغال اكتشفوا طريق جديد اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، أدى إلى تحول التجارة من مصر إلى الدوران حول أفريقيا. السفن كلها كانت بتمر على مصر علشان تعدي للطرف الآخر للغرب بقى والإفريقي. فكل ده كان يجيب لنا ثروات، يعني بيدينا فلوس كتير. اللي بيمر ده مش بيمر ببلاش، بيدفع لمصر فلوس. فكل ده انقطع لما البرتغال اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. فده ضعف دولة المماليك وتدهورت أحوالها الاقتصادية، مما ساعد في هزيمة المماليك بمصر والشام أمام الدولة العثمانية وانتهاء دولتها. الدولة العثمانية هنعرف في آخر الدرس في المنهج بقيادة سليم الأول استطاعت هزيمة المماليك. مظاهر الحضارة في مصر في عصر الدولة المملوكية. هعرف شكل مصر كانت عامل ازاي في عصر المماليك. اهتموا بالجيش والاسطول والنهضة الاقتصادية ونهضة عمرانية وعلمية. الجيش والاسطول
اهتموا بيه. النهضة الاقتصادية كان عندي نهضة اقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة. الزراعة ري اهتموا بالمحاصيل واهتموا بالثروة الحيوانية، إدخال سلالات جديدة. الصناعة اهتموا بالصناعة الحرفية والعسكرية. التجارة ساهمت بالنصيب الأكبر في ثراء دولة المماليك، لغاية ما تحول الطريق في نهاية القرن الخامس الميلادي إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر. طيب النهضة العمرانية والعلمية، ازدهرت العمارة كشهدوا المدارس والقصور والبيمارستان والخانات مثل مسجد السلطان حسن، واهتموا بالنحت. العلوم، كانت القاهرة مزدهرة بالبحث والتجارة والدراسة بعد بغداد. بغداد هي اللي كانت منافسة القاهرة، طبعا لما سقطت في يد المغول ما كانش فيها إلا القاهرة. واستعاد جامع الأزهر الدور العلمي والديني بعد تجديد الظاهر بيبرس زيلا وإعادة افتتاحه. كده درسنا انتهى، أتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.